بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. طبعا احنا كنا ساعة صبحية كده الصبح بدري، قلت اما بدري عشان كان ورايا غسيل وورايا شوية مصالح كده في البيت زي ما انتوا عارفين يعني كالعادة. فقلت ايه، كانت الساعة في الوقت ده حوالي الساعة 6:30 الصبح. قمت بقى كده شغلت الغسالة، الناس قايمة كده، ربنا يعين كل واحد يا رب على أكل عيشه. الناس قايمة بقى تشوف مصالحها وأكل عيشها. وهنا الطلبة بتاعة المدارس برضه اهيت، والناس جايبة عيش وجاية، والدنيا ايه، صحت كده والناس كلها صحصحت. هنا بقى اللهم صل على النبي، كنت شغلت الغسالة، دخلت بقى كده من على البلكونة، شغلت الغسالة كده، حاطة هدوم بيضة والفوط والحاجات الفواتح دي، ومعايا دور كده على الأرض شوية غوامق، فسيبته بقى لما الهدوم البيضة دي تخلص. في الضلفة اللي فيها الهون يا محمود، اللي جار التلاج. هنا بقى معايا الفرخة اللي أنا كنت متبلاها وحطاها في الكيس. اسمعي يا ياسين، فكوا بس على النار. دي الفرخه بقى اللي انا كنت متبلاها وحطها في الكيس وعيناها، طلعتها بقى عملتها ايه، شوتها زي ما انتم شايفين كده، وهنحط معاها بقى حته فحم، ونعمل بقى ايه عملت كيسين مكرونه والدنيا بقى مشت وبقت زي العسل. هنا يا حبايبي بقى كده المكرونه، هي المكرونه بقى بالصلصه اللي هي الايه المقصوصه الصغيره، وشوينا الفرخه بتاعتنا وكده ايه الغدا بتاعنا. هنا بقى شوف المطبخ روقته وخليت المطبخ زي الفل ازاي، قشطه كده. الغساله صرفت الميه وخلصتها وعقمتها بشويه خل، ومسحت بقى المطبخ زي ما انتم شايفين كده، والمواعين مغسولة والبوتاجاز. وهنا بقى كنت بعمل فطار، كانت الساعة جت في الوقت دوت حوالي 10، بس المقطع بتاع تجهيز الغدا اجا يعني قبل المقطع بتاع الفطار. هنا بقى ايه كنت بجهز بقى بقلي بطاطسية كده، وبعد جبت طعمية بقى وحتة جبنة وطماطم بخيار، وفطرنا والحمد لله. دي بقى الزيتون اللي انا كنت مخللاه وياكم، فنزلته بقى كده عشان ايه، طبعا ناكل منه بقى وندوق اهو، حاجة كده زي العسل بألف هنا، للي شاف حاجة وللي داق حاجة. حاجة كده تفتح المية بتاعته بس كده تشرب شرب لوحدها، والله حاجة كده عسل. شوفوا بقى المطبخ، بقول لكم المطبخ الشطة ازاي، فعلا الشغلانة البدرية منسية زي ما بيقولوا برضه. اه، علفت طيوري وغسلت هدومي وروقت مطبخي وجهزت غدايا كمان، شايفين، وبنعمل فطار اهوت بقى عشان نفطر. وكده يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم في فيديو جديد بقى باذن الله، وقولوا لي ايه رايكم بقى. وبشكر كل اللي اشترك عندي ودخل عندي وشاهد لي فيديو وحط لي لايك، بشكركم اخواتي وحبايبي، تسلموا لي يا رب. اشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه. انا بقى كده الفراخ والسلطه والمكرونه حاجه كده بالف هنا. يلا حبايبي مع الف سلامه.